بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، الوفاة ليس معناها دائما الموت، لكن تأتي بمعان أخرى. الإمام الحسن في تفسير القرطبي ذكر أن الوفاة المراد بها ثلاثة أوجه. الوجه الأول، تأتي الوفاة بمعنى الموت، ومنها قول الله تعالى في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. عرفنا هنا أن الوفاة هنا المراد بها الموت. الوجه الثاني للوفاة هو النوم، والدليل عليه ما جاء في كتاب الله تعالى من سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل المراد به النوم، عندما ينام الإنسان يطلق على هذا النوم بالليل الوفاة. الوجه الثالث المراد بالوفاة في القرآن الكريم الرفع، ومنه قول الله تعالى في قصة سيدنا عيسى عليه السلام: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومعلوم عند الجميع أن الله عز وجل رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء حيا بروحه وجسده، فتأتي الوفاة في القرآن الكريم بالمعاني الثلاثة التي ذكرتها لحضراتكم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا دائما بالعلم والفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.